اتكلمنا قبل كده عن بدر الجمالي اللي عمل ترميمات لمسجد ابن طولون، ومش بس كده، كمان وسع مدينة القاهرة وأسوارها، واللي لسه أبواب السور ده موجودة لحد النهاردة، زي باب الفتوح وباب زويلة وباب النصر. في الحكاية التانية من كتاب الحلواني ذكرت الدكتورة ريم بسيوني حادثة مذبحة الأتراك اللي حصلت في زمن الخليفة المستنصر بالله على إيد بدر الجمالي، وكانت شبيهة جدا بحادثة مذبحة القلعة لمحمد علي اللي حصلت بعدها بقرون، وكان سببها إن مصر في الوقت ده مرت بمجاعة هي الأقصى في تاريخها، استمرت 7 سنوات، وبعدها كمان حصل طاعون قضى على تلت سكان مصر. في الوقت ده استغل الأمراء الأتراك والمغاربة والمرتزقة الوضع، وبدأوا بالسلب والنهب، فلجأ الخليفة لقوة عسكرية متمثلة في وزيره في دمشق اللي هو بدر الجمالي، وفعلا دخل مصر هو ورجاله في هدوء شديد، وبعد دعوات مغلفة بالود والترحيب للأمراء، ودعاهم لمأدبة لمناقشة وحل الأوضاع في مصر، وكلف رجاله بقتل كل أمير يخرج من المأدبة، وسلم رؤوسهم قبل الفجر للخليفة. وبرغم دمويته إلا أن التاريخ بيشهد له أنه أنقذ مصر من الوباء والفقر، وعمل إصلاحات اقتصادية مهمة جدا، واستعان في جيشه بالمصريين زي ما عمل ابن طولون، ولقب بالسيد الآجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام المستنصر.